السلام عليكم. النهاردة حابة أشارككم سر من أسرار المطبخ الآسيوي. هو مطبخ آسيوي صحيح، ولكن مش هتبطلي تستخدميه في أكلاتنا العربية. هو صوص الدجاج الكوري الحار أو الصوص الكوري الحار. هو صوص ينفع صوص جانبي، ممكن تتبيلة للفراخ، ممكن للرامن أو مش عارفة بتقولوها ازاي، ينفع للنودلز عامة. هيبقى حلو قوي لكل الوصفات، مش هتبطلي تستخدميه بجد. بيحلي بجد كل الأكلات. طريقته سهلة قوي. نقول بسم الله ونبدأ الوصفة. هحتاج معلقتين كبار من الكاتشب، ومعاهم معلقة كبيرة سكر، ومعلقة جنزبيل أنا بشراه، وكمان معلقة توم صغيرة. التوم والجنزبيل لازم يكونوا ناعمين قوي. واحط معلقة كبيرة عسل جلوكوز. العسل الجلوكوز هنا هيدي قوام تقيل، وده المطلوب في الصوص ده، لأن الصوص ده بيبقى تقيل جدا. ما تقلقيش من معلقة السكر، معلقة السكر مش هتبقى مسكرة قوي، هي هتعادل الطعم. احط كمان 4 معالق من الصويا صوص الخفيف او اللايت صويا صوص، ومعلقتين كبار من الدارك صويا صوص. هي اسمها كده دارك صويا صوص، يعني صويا صوص غامق. في فرق كبير ما بين الصويا صوص الخفيف والصويا صوص الغامق. الصويا صوص الخفيف طعمها وحش، لكن الصويا صوص الغامق طعمها حلو، تحس كأن فيه توابل، فبتبقى حلوة قوي، بتعدل الوصفات. لو انتي عندك الصويا صوص الغامق ممكن نستغنى عن الصويا صوص الخفيف. لو مش عندك الصويا صوص الغامق اكتبيلي في التعليقات وانا اقولك البديل ليها. هو بيبقى غالي شوية عن الصويا صوص الخفيف، وفي شركات بنفس سعر الصويا صوص الخفيف، بس بيفرق قوي في الطعم. يعني لو قدامك الاتنين هاتي الصويا صوص الغامق احسن. واحط كمان معلقة شطة صغيرة. حطي كمية الشطة اللي انتي عايزاها. واحط كمان معلقتين زيت، ونقلب الخليط ده كله مع بعضه لحد ما كله يدوب مع بعضه، علشان العسل الجلوكوز بيبقى تقيل، فهتلاقي القوام معاكي تقيل قوي وانتي بتعملي كده. الصوص خلص. مفيش اسهل من كده ولا احلى من كده صوص ممكن تجربوه. لو بتشوفوني من على صفحتي على الفيس او من على قناتي على اليوتيوب، ما تنسوش اللايك والشير. اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد.